بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البصارة المصرية الأصيلة بطريقة أمي وأمك، بطريقة جدتي وجدتك. البصارة على أصولها من غير أي افتكاسات بقى، ومن غير أي طرق جديدة، من الأكلات الشعبية الأصيلة بتاعتنا. هنعملها بأقل التكاليف. عايزة تعرفي عملتها ازاي؟ قبل ما اقولك، لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي دوسي على الاشتراك، فعلي زر الجرس، اعملي لي لايك واعملي لي كومنت يفرحني، وتعالي علشان اقولك عملتها ازاي. يلا بينا اقولك عملتها ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أنا معايا ربع كيلو فول مدشوش، ربع كيلو فول مدشوش. الفول المدشوش ده انت بقى الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي ان شاء الله كيلو، ان شاء الله تعملي 10 كيلو، انت حرة. أنا عاملة ربع كيلو فول مدشوش. بنجيبه من عند العلاف أو العطار عادي، اللي هو بتاع الطعمية. بنقيه وبغسله وبنقعه حوالي ساعتين. حتى انا لقيت فيه عدس اصفر، قلت عادي العدس الاصفر ما فيهوش حاجه، سبته فيه. اهم حاجه ما يكونش فيه شوائب. وصفيته هو من ميه النقع، وهجيب حله واحطه فيها. حتى بصي هتلاقي فيها العدس اهو، ما فيهوش اي مشكله. هضيف عليه ايه بقى؟ هضيف عليه الخضره اللي هي شبت، كزبره، بقدونس. نص حزمة شبت، نص حزمة كزبرة، نص حزمة بقدونس. بصلاية صغيرة، قرن فلفل حامي، حابة تحطي فلفل رومي حطي. و3 فصوص توم، بس أنا عشان التوم مفروم فحطيته كده. لو التوم صحيح حطيه صحيح، مش هيجرى حاجة. وهنحط المية، بس ما تكتريش المية. ليه؟ عشان البصارة بتاعتي ما تطلعش خفيفة. يا دوبك المية تبقى مش مغطياها كمان، زي ما انت شايفة كده، مش متغطية حتى. وأعلق عليه على النار. وفي الأول هخلي النار بتاعتي عالية بالظبط كده، وهوارب الغطا، مش هغطيها خالص عشان ما تفرش معايا. كده غليت معايا هنا، هقلبها. وبعد كده هوطي عليها واكتمها بقى، اقفل الغطا كويس. انا سبتها بس لغايه اما تغلي، وبعد كده اديني كده وطيت. بصي الغليان هدي ازاي، لاني وطيت النار خالص. وهغطيها بقى كده، اكتمها عشان تستوي معايا. كده استوت اهي. بصي اتهرت خالص ازاي، الفوله بقت مهريه، ما حطيتش اي ملح، ما حطيتش اي توابل لسه. هسيبها بقى تبرد عشان يضربها في الخلاط، يعملها بالهاند بلندر. عقبال ما تبرد انا هجيب بصلايه واقطعها جوانح زي ما انت شايفه كده، وافرطها من بعض. وهجيب اقل من معلقه دقيق، ارشها عليها كده، ابدرها بالدقيق عشان اطلع الرطوبه اللي فيها، عشان تبقى مقرمشه معايا. واقلبها كده كلها مع بعض. واسخن الزيت بتاعي حلو قوي. ما انزلش بالبصله غير لما يبقى الزيت سخن جدا، عشان البصله ما تطراش معايا زي ما انت شايفه كده. ومش هنزل بالدقيق كله، بواقي الدقيق اللي في الطبق هسيبه عشان ما يحرقليش الزيت. هوريكي دلوقتي باقي الدقيق اهو. بصي ما نزلتش ببقيته عشان الزيت بتاعي ما يتحرقش. وهقلب كده لغايه لما تبقى ذهبي معايا وحلوه. اهي وصلت كده حلوه قوي كده. هصفيها بقى وهحطها في طبق، بس ما تطلعهاش على مناديل مطبخ عشان ما تطراش، عشان تفضل مقرمشه معاكي. انا كده بقى البصاره بتاعتي اهي ضربتها في الخلاط. لو عندك هاند بلندر اعمليها بهاند بلندر عادي. وارجعها تاني الحله، وابدا بقى احيقها. الملح طبعا حسب الرغبه، وشويه كمون. حابه تحطي شطه حطي. طب مش هنحط كزبره يا ماما نانا؟ اصبري معايا، اصبري شويه، اصبري على رزقك. هقولك هنعمل ايه، بس خليكي معايا للاخر
وهتشوفي هنعمل ايه. هي كده غليت معايا اهي. هنزل هركنها بقى كده على جنب، وده الزيت اللي انا صفيته بعد قلية البصل. هنزل عليها بالكزبرة و3 فصوص توم مفرومين، وهعمل لها طشة زي طشة الملوخية. هعمل لها كده تقلية وطشة زي طشة الملوخية. دي طريقة البصارة الأصلية المصرية الأصيلة بتاعت أمي وأمك، ما كانش بيبقى فيها أي افتكاسات، حاجات بسيطة جدا. وطشة الملوخية اللي بتعمليها لها دي بتوديها في حتة تانية خالص. انتي لسه ما نزلتيش عملتي اشتراك وما عملتيش لايك؟ لا كده انا هزعل منك ومش هدوقك البصارة بتاعتي. اهي بقت لونها ذهبي كده. هنزل بقى بيها كده على البصارة بتاعتي واقلبها كده كويس لما اخليهم كلهم كده يختلطوا ببعض. وهبدأ بقى ان انا اغرفها في الاطباق. بصي بسم الله ما شاء الله، الربع كيلو فول مدشوش عمل لي 4 اطباق. الطبق دون يعني بصراحة كان 2 بيشبعوا منه. طبق بسم الله ما شاء الله. هي بولاد بس مشبعة بصراحة. وهحط بقى عليها كده البصلة بتاعتي الورد بتاعي ده، وبألف هنا وشفا. بس ما تنسينيش، يلا انزلي دوسي اشتراك واعملي لي اللايك وجربيها واكتبي لي في الكومنتات، واكيد من ايدك هتبقى احلى. والسلام عليكم ورحمة الله.